قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. بقالي كتير ما لخصتش افلام من النوعيه دي لان ما كانش في حاجه تشدني، ولكن لما شفت الفيلم ده شدني ومدني وهدني. من غير كلام كتير هتشوف عظمه يا صديقي، حاله من الرومانسيه والاثاره والدراما التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بغوتام ضابط خارجيه وبياخد دروس عند استاذ محمد في لندن. هناك بيتعرف على ايرا، الاتنين بينشدوا لبعض والحب بيولع في المحاضرات، واخيرا بيرجعوا الهند وبيقرروا يتجوزوا. وفعلا هو ده اللي بيحصل. بتبدا مراسم الجواز وغوتام بيحس ان هو ده الحب الحقيقي، واخيرا بيجي يوم الفرح وبيعملوا حفله كبيره جدا. عقبالك يا صديقي. وبيكون من ضمن المعازيم جاجي وزمايله. غوتام بيمسك المايك وبيقول انا حابب اقول كلمتين. زمان جدتي ادتني الخاتم ده وقالت لي خليه معاك، هيديك الانسانه اللي بتحلم بيها. خدت الخاتم ولكن ما صدقتش كلام جدتي. رحت لماما وقلت لها الكلام ده بجد، قالت لي بجد يا ضنايا. برضه ما صدقتش وقلت اكيد دي تخاريف. ولكن لما قابلت ايرا صدقت كلامهم وعرفت ان الخاتم له معجزات. بيلبسها الخاتم وجاجي بيكون مركز قوي معاهم. غوتام بيقول لحبيبته الف مبروك لينا، احنا اتقابلنا في لندن، لو ما كناش اتقابلنا في لندن كنت هقابلك في باريس او في امستردام او في سوهاج عادي جدا يعني. المهم كنت هقابلك في اي مكان لانك انت قدري الجميل. وبياخدها بالحضن. جاجي بيتاثر وبيفضل يسقف. بيروح جري عليهم وبيقول له غوتام حرام عليك يا جدع، جسمي اشعر من كلامك. الف مبروك، بص انا مش معايا غير 20 جنيه مش خساره فيكو اهو يا عم، يلا سلام عليكم. هو بيسيبهم ويمشي. غوتام بيقول لها شاب ظريف بس انت نسيتي تعرفيني عليه. بتقول له ما اعرفوش، انا كنت فاكراه من قرايبه. بيقول لها ولا اعرفه. بيروحوا لهم وغوتام بيقول لهم انتوا جايين تبع مين؟ مين اللي دعاكم هنا؟ بيقول له انا اللي دعيت نفسي. بيقول له ده انتوا ليلتكم طين. هو بيتصل لهم بالشرطه. جاجي بيقول له روق بس يا عم، احنا جينا هنا علشان نشرب ونتبسط، بس للامانه اللي بسطني كلامك، بجد انت انسانه محظوظه لان معاكي راجل زي ده. هو بيقول له غوتام هو ما تزعلش مني يا عم، هبقى تعالى في فرحي من غير معزمه وابقى اشرب زي ما انت عايز. بيقول له لا نخرجوا الزباله دول بره. الامن بيخرجهم وجاجي بيقول لزمايله يا اخي الحب ده حاجه حلوه قوي، انا لحد دلوقتي ما لقيتش فتاه احلامي بس انا متاكد اني هلاقيها ومستعد اقف في وش العالم علشان نتجوز. وبعد 3 سنين بيكون مسافر على لندن هجره غير شرعيه. الشخص اللي مهربهم بيقول لهم امحوا اي حاجه تبين هويتكم. وفعلا كل اللي معاه اي صوره او جواز سفر او بطاقه شخصيه او حتى اي علامه، تيكت هدوم هنديه، كل اللي معاه حاجه بيرميها في النار. ولكن جاجي بيكون معاه اخر حاجه وهي كارت الدعوه ده، ما بيرضاش يرميه في النار وبيخبيه في الشراب. بيكملوا طريقهم وبيركبوا العربيه دي، بيوصلوا فرنسا وبيكونوا في طريقهم لانجلترا، ومن انجلترا هيوصلوا لندن. وهم في الطريق الهربانين بيتعرفوا على بعض. وكون بيقول له كيرسي انت يا ابني مرمط نفسك ليه وهتروح على فين بسنك الصغير قوي ده؟ بيقول له انا مسافر لندن لابن عمي هناك. هو كمان هرب على لندن بس بطريقه تانية، مسك في عجله الطياره لحد ما وصل هناك. بيقول له ازاي ومكان العجله بيكون عباره عن ثلاجه؟ بيقول له ما هو اتجمد وكان هيموت بس عدت على خير ودلوقتي شغال في مطعم في لندن وانا رايح له. جاجي بيقول له وانا كمان رايح لندن. بيقول له ليك حد هناك؟ بيقول له اها وهجيبه ونيجي نتعشى عندك في المطعم. ومره واحده السواق بيوقف العربيه وهو بيقول لهم البسوا الاكياس دي وياكم حد يطلع فيكم اي نفس، داخلين على كمين فيه تفتيش بجهاز ولو اتقفشتوا انا ما اعرفكمش. كيرسي بيكون عنده فوبيا وبيكون خايف يلبس الكيس، ولكن جاجي بيشجعه وفعلا كلهم بيلبسوا الاكياس. بيوصلوا عند الكمين وكيرسي ما بيكونش قادر يتنفس والتفتيش بيكون شغال بره. بيخلص التفتيش وبيكونوا خلاص ماشيين، ولكن كيرسي بيشيل الكيس وبيعمل صوت جوه العربيه. الشرطيين بيعرفوا ان في حد جوه وبيطلعوا يفتشوا العربيه وفعلا بيقفشوهم وبياخدوهم في مكان مخصص للناس الهربانين. هناك بيكون فيه كل الجنسيات وبيجي ضابط خارجيه من كل دوله ياخد الناس اللي من بلده. وبيكون الضابط غوتام هو اللي رايح يستلم الهنود، وجاجي بيكون فيه ضابط باكستاني بيحقق معاه. بيقول له انت منين يالا؟ بيقول له لاجئ. بيقول له طيب اسمك ايه؟ بيقول له لاجئ. بيقول له طيب بتاكل ايه؟ بيقول له لاجئ. ما بيرضاش يديله اي معلومه لحد ما بيشوف الضابط غوتام بيفضل ينده عليه، ولكن غوتام ما بيدوش اي اهتمام. بيقول له غوتام بيه فاكر القصيده اللي قلتها يوم فرحك؟ انا لسه فاكرها ما نسيتهاش. غوتام بيفتكره فبياخده وبيقعد يحقق معاه. هو بيقول له من يوم ما شفتك وانا عارف انك مشاغب، تفتكر ان بلدك فخوره باللي انت بتعمله ده وهنبقى مبسوطين بالفلوس اللي انت بتكسبها بطريقه غير شرعيه؟ بيقول له على فكره انا ببيع شاي وبتاجر في حاجات كتير وبكسب في اليوم حوالي 500 دولار. ليه يا عم بتبيع شاي ام حسن؟ المهم غوتام بيقول له طالما بتكسب كويس ليه بتهرب بطريقه غير شرعيه؟ بيقول له سبحان الله كلامك اللي انت قلته يوم فرحك. خليني احكي لك اللي حصل من البدايه. انا كنت مشترك في نادي كبير جدا وفي جميع الالعاب الرياضيه، وانا وزمايلي كنا محترفين في الكوره. زميله ده بيقول له يا اسطى انا بصيت عند حمام السباحه في بنات هناك بيبعلطوا في الميه زي السما، يلا نروح نتفرج عليهم. بيروحوا هم 3 عند حمام السباحه وكلهم بيكونوا في منتهى الحرمان لحد ما بيشوف اللي خطفت قلبه من اول نظره، كارتيكا الفورتيكا. كلهم بيركزوا معاها وهي بتكون جايه عليهم. جاجي بيقول له صورني يا اسطى بسرعه وهي جايه، وفعلا بيقعد وزميله بيصوروا معاها. بتقول له يعني انت كده شبح؟ بيقول لها للامانه الصوره جامده دي هتضرب نار على الفيسبوك. بتقول له يعني انت صورتني من غير اذن مني وكمان هتنشر الصوره بدون اذني؟ طب اسمع يا شبح الصوره
دي تتحذف علشان ما احدفكش في السجن. زميلتها شينا بتقول له ابوها مستشار في لندن، بيقول لهم وانا ما بتهددش، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. بتسيبه وتمشي، وزمايله بيقولوا له خلاص احذف الصوره يا عم وخلينا نشوف واحده غيرها. بيقولوا دي دخلت معايا في دور تحدي، الصوره دي هنزلها على الفيسبوك النهارده. وفعلا بينشر الصوره وزي ما كان متوقع الصوره بتضرب وكل اللي مشتركين في النادي بيشوفوها. تاني يوم بمجرد ما كارتيكا بتوصل النادي الكل بيبص عليها، وزميلها بيقول لها الصوره دي حلوه قوي. بتغضب وبتقول لشينا تعالي ورايا. بنت المجنونه بتخش حمام الشباب وبتصورهم وهم سلط ملط حلط وكلهم بيجروا يمين وشمال. بتفضل تصور فيهم لحد ما بتخش على جاجي، بتقول له قفشتك يا روش. بيقول لها هيدا هو انت بتصوري؟ طب استني صوري بقى. بيفضل واقف بدون خوف وكمان بيستعرض قدامها. بتستغرب وبتاخد زميلتها وبتخرج على التدريب. المدرب بيقول لها انت اسوأ واحده في زمايلك، مفيش اي تطور منك، لازم تتدربي كويس، المسابقه خلاص هتبدا. وبيسيبها ويمشي. قبل ما تنزل الميه جاجي بيقول لها شدي حيلك شويه يا قمر، ما بيتعبرهوش وبتنزل الميه. بتروح الناحيه التانيه بتلاقيه برضه مستنيها. بتقول له يعني انت مش هتمشي؟ قوم هات الساعه من الشنطه وعدلي. بيمسك الساعه والقلم وبيفضل يحسب لها. بتخرج تشوف النتيجه، بيقول لها زي الزفت يا تخينه انت، وبيسيبها ويجري. بتغضب فبتروح وراه الملعب، بتقول له قصدك ايه يعني بتخينه؟ بيقول لها زي ما بقول لك كده، تاني حاجه انت بتتدربي غلط ونظام اكلك غلط. بتقول له ايه الصح يا فالح؟ بيقول لها خلينا نبدا. وفعلا بيبدا يدربها كتير ولكن بتتعب وبتخرج من الميه. بيقول لها كده غلط، لازم تفضلي في الميه لحد ما تجيبي اخرك. بتقول له انت هتنسى نفسك ولا ايه يالا؟ وبترميه في الميه. بيقول لها الحقيني بسرعه، الحقيني انا ما بعرفش اعوم. بتقول له خف تمثيل، ولكن ما بيكونش بيمثل وبيطب ساكت في الميه. بتنزل وراه الميه وبتخرجه. بتقول لشينا هات الاسعاف بسرعه. بتفضل تفوق فيه وبتقول له انا اسفه ما كنتش اعرف، وبتعمله تنفس صناعي. بيفوق تقول له معلش انا ما كنتش اعرف. بيقول لها ما تقلقيش انا كويس، بس على فكره كانت حلوه البوسه دي. بتقول له ده ما كانتش بوسه، ده تنفس صناعي. بيقول لها عندنا اسمها بوسه. فبتضربه وبتسيبه وتمشي. ومن بعدها بيفضلوا سوا وجاجي بيفضل يدربها ومستواها بيتطور كتير عن الاول، وهي كمان بتعلمه السباحه. هو بيقضوا اجمل الاوقات سوا. وفي يوم وهو موصلها البيت بيسلم عليها، فبتقول له كلمه سر في بقه مالناش دعوه بيها خالص، وبتقول له دي اسمها بوسه. بياخدها جوه وبيعملوا بسبوسه. تاني يوم شينا بتروح لها البيت بتلاقي جاجي معاها. تقول لها انت بتعملي ايه؟ قومي الدنيا مقلوبه عليكي، المسابقه خلاص هتبدا. بتلبس وبتروح جري على المسابقه. وفعلا المسابقه بتبدا. هو اللي ده بيكون موجود في المدرجات، هو بياخد باله ان جاجي من اشد المشجعين لكارتيكا. وفعلا كارتيكا بتكسب المسابقه وجاجي بيكون في منتهى السعاده. باباها بيهنيها وجاجي بيجي جري عليها. باباها بيقول لها مين ده؟ بتقول له ده زميلي في النادي. مامتها بتقول لها طب ادعي على الحفله يا بنتي. بيقول لها هو عيد ميلادك قرب ولا ايه؟ بتقول له لا ده فرحها يا ابني، خلاص خطيبها مستنيها وهنعمل فرحها في لندن. بتدي له كارت الدعوه ده وبتقول له اختار معانا شكل الكارت، اصل معانا كذا واحد ومش عارفين نختار اي شكل. جوزها بيقول لها مش وقت يا وليه انت، وبيسيبوه يمشوا. جاجي بيروح وراها البيت وبيقول لها بما انك هتتجوزي ليه ما قلتليش؟ بتقول له وانا اقول لك ليه يعني؟ بيقول لها ليه؟ لاني حبيتك. بتقول له وانا مالي، انت اللي حبيتني مش انا اللي حبيتك. بيقول لها اللي حصل ما بيننا ده امبارح تسميه ايه؟ بتقول له سميه معرفش، بس انا اسفه جدا على اللي حصل، انا معرفش اصلا حصل ازاي بس هي جت كده. بيقول لها وقلبي ما هو يا ريت كان بايدي، انا حبيتك، انت هتعملي عملتك وتخلي بيا؟ هو انا ليا صديق حاسس ان هو شايل بيبي في بطنه منها. هي لا اتقلبت ولا ايه يا جدعان؟ المهم بيسيبها ويمشي. وبالليل بيتجمعوا في حفله. جاجي بيطلع على المسرح وكارتيكا بتقول هو هيغني اغنيه حزينه وهيقرفني، ولكن الغريب انه بيغني اغنيه فريحيه جدا وكمان بيرقص عليها. بيخلص رقص وبيخرج يتكلم معاها بره. تقول له يا عم انا كنت فاكراك زعلان، طلعت فريش وكمان بترقص. يقول لها بصي سواء اتجوزنا او لا انا ما بحبش جو الحزن ده، مش معنى كده اني ما حبيتكيش، انا حبيتك وما اقدرش استغنى عنك، ارجوكي الغي حفل جوازك. بتقول له هو لعب عيال، قبل ما اجي على الهند هنا كنا مظبطين كل حاجه في لندن، وبعدين يا عم انت ليه غاوي نكد؟ انا وانت قضينا اجمل الاوقات سوا، بعد الجواز كل ده هيتغير. اول سنه هكون محتاجه اهتمام، بعدها هكون حامل وهكون محتاجه مساعدتك وانت اكيد مش فاضي، فانا هعمل معاك مشكله. خلاص بقى اولاد هيطلع لي كرش وشكل اللي انت معجب بيه ده هيبوظ، هنخش في قصه طويله قوي كلها زهق، فالافضل نخلي قصتنا قصيره وجميله ونفضل نفتكرها من وقت للتاني. بيقول لها غلطانه، الغي فرحك وانا بعد ما اتجوزك هثبت لك ان كلامك ده كله غلط، انا بحبك صدقيني، كلمه بقولها من جوه قلبي، انت كمان لو قلتيها هتحسيها لاني انا متاكد انك بتحبيني زي ما انا بحبك. بتقول له موضوع جوازي ده انه يبوظ مش سهل خالص، بس خلاص يا عم لو جيت فرح في لندن يوم زفافي انا هبوظ الفرح وهاخدك قدام الكل بالحضن. بيخرج بره وبيكتب اسمه على كارت الدعوه. بيقول لها اكتبي اسمك. بتقول له لما تجيني لندن، وبتسيبه وتمشي. بيخلص كلام لغتام لفوها صديقي، ما هو بيحكي القصه دي بالكامل لغتام. بيقول له طيب برضه ما جاوبتش على سؤالي، ما طلعتش تاشيره وسافرت زي ما الناس بتسافر. بيقول له انا حاولت اطلع تاشيره ولكن اترفضت، والشخص اللي كان بيخلص لي الورق نصب عليا وخد كل فلوسي، انا بقى ما استسلمتش واضطريت اني اسافر تهريب. عندك حق انا اللي عملته كتير وممكن اعمل اكتر علشان اوصل لحب حياتي، وده انت السبب فيه. مش ناسي لما قلت يوم جوازك لمراتك لو كنت في اي مكان هنتقابل، ساعتها كلامك الجميل ليها لمس قلبي. بيقول له ما هو في الاخر طلع كلام. شفت قصه الحب الجباره اللي انا كنت عايش فيها دي؟ بعد الجواز
اتحولت لهم ونكد. دايما انا ومراتي في خلاف ومشاكل، وحاليا انا وهي منفصلين. خدها مني نصيحه، حبك ما يستاهلش انك تعمل ده كله علشانه، ولذلك هرجعك حالا الهند. وفعلا بيتصل بالمختصين في المطار وبيقول لهم جهزوا لي تذكره في اسرع وقت، الشخص اللي معايا ده انا هجيبه لحد المطار بنفسي. وفعلا تاني يوم الصبح بيكون خلاص هياخده ويمشيه، ولكن جاجي بيهرب منه وبينط لتحت بالحبل. بيروح للشباب اللي كانوا هربانين معاه وبيتصل بكارتيكا. هو بيقول لها انا في فرنسا وخلاص قربت اوصل لك. تقول له يا عم احنا هنساعد على بعض، انا عارفه ان ما معكش غير حق كوبايه شاي في جيبك. ولكن مره واحده ابن الهرمه ده بينزل فيه تخبيط علشان يقفل معاها وياخد التليفون. وفعلا الخط بيقطع والبلطجيه بيكسروا عظمه. بيتنقل للمستشفى والظابط غوتام بيروح له هناك، بياخده متكلبش في العربيه وبيتصل بالمختصين في المطار. هو بيقول لهم انا عايز تذكره حالا. بيقولوا له للاسف يا فندم اخر طياره طلعت النهارده الصبح ومفيش طيران غير بعد يومين. بيقفل التليفون وجاجي بيقول له هو ايه اللي هناك ده؟ بيقول له ده البحر. بيقول له اللي بعد البحر؟ بيقول له انجلترا. بيقول له وحياة امك انزل ابص عليه. بيفضل يترجى فيه وفعلا بينزله. جاجي بيرفع صبعه علشان يقيس المسافه. بيقول له ياه دي انجلترا قريبه جدا من هنا، انا لو وصلت هناك مواصله صغيره هتوصلني لكارتيكا. بيقول له البحر ده صغير، المسافه من هنا لانجلترا 20 ميل. بيقول له عادي ممكن اعديها. بيقول له طب يلا انزل وريني شطارتك حتى ابقى خلصت منك. بص بقى انت بالذات هتفضل موجود معايا اليومين دول، يا اما كلبشك زي الحراميه يا اما. بيقول له خلاص هسمع كلامك يا عم. هم مروحين بيروحوا على محل الهدوم ده وبيشتري فستان لكارتيكا، ولكن البائع بيقول له عايز المقاسات. بيقول له لا ما اعرفش طبعا، بس استنى كده انا لما كنت بحضنها كانت ايدي بتبقى كده ووسطها كده. بيقول له خلاص يبقى هو ده مقاسها. وفعلا بيشتري الفستان وبيروحوا البيت. تاني يوم جاجي بيصحى من النوم بيلاقي غوتام بيحضر له الفطار. بيقول له من غير نقاش وحشتك، يكفي انك بتحاول تعمل الاكل اللي كانت بتعمله لك ومش عارف. على فكره انت جاحد قوي، انت ما افتكرتش تتصل بيها وتعتذر لها، بلاش تخلي غرورك يخسرك حب حياتك. بيخطف منه التليفون وبيتصل بايرا، بترد عليه وبيديله التليفون. هنا بتقول له مش معقول نسيت كبريائك واتصلت بيا، انت لو ما اتصلش انا كنت هتصل بيه، فاضي النهارده نتقابل؟ بيقول لها اكيد. بتقول له خلاص خلينا نتقابل. بيفرح قوي وفعلا بيروح يقابلها. بتقول له بص احنا فهمنا بعض متاخر ولذلك احنا لازم نتطلق، وبتقلع الدبله وبتسيب له ورقه الطلاق. بيغضب وبيسيبها ويمشي. وهم في الطريق جاجي بيقف قدام بدله سباحه. غوتام بيغضب وبيقول له تعالى معايا. بينزله حمام سباحه وبيقول له وريني ازاي هتعدي 20 ميل. بيخليه في حمام السباحه رايح جاي، ولكن جاجي بيتعب وبيخرج من الميه. بيقول له خلاص جبت اخرك، ده انت ما كملتش ربع ساعه، تفتكر انك هتعدي 20 ميل في الوقت ده؟ تنسى موضوع البحر ده خالص وتخرج البت دي من دماغك، وهتقعد هنا في البيت لحد ما ارجعك الهند. او بيسيبه وبيخرج بره. بيفضل يشرب ويعيط لحد ما بينام مكانه. تاني يوم مراته بتصحيه بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له انت اللي اتصلت بيا الساعه 4 الفجر. بيقول لها انا ما اتصلتش بيكي، اكيد هو الزفت ده. بيروح جري على الاوضه ولكن ما بيلاقيش جاجي. جاجي بيكون سايب له جواب، هو بيقول له انا ممكن احاول اعدي البحر وما اموتش، ولكن الاكيد اني هموت لو ما حاولتش اوصل لحب عمري. لو انت قصه حبك فشلت فده حصل لانك ما حاولتش تضحي باي حاجه علشانه. جاجي بيكون في طريقه للبحر وقبل ما بينزل الميه بيروح يتصل بكارتيكا، ولكن بيلاقي تليفونها مقفول. بيسيب لها تسجيل صوتي وبيقول لها انا جاي، ارجوك استنيني حتى لو اتاخر، وادعي لي اخرج من الميه واوصل لك في اسرع وقت. كارتيكا بتسمع التسجيل وبتتصل على التليفون غوتام. بيرد عليها غوتام بتقول له انا عايز اكلم جاجي، هو كلمني من التليفون ده قبل كده. بيقول لها انا الظابط غوتام، انا اللي مسؤول عنه هنا في فرنسا. بتقول له هو كان بيتكلم جد؟ طيب هو بعت لي رساله فيها ميه وبحر وانا مش فاهمه اي حاجه. بيقفل معاها وبيروح جري على البحر، ولكن جاجي بيكون غوط في الميه وبيفضل يعافر ويقاوم التعب، ولكن بيجيب اخره والميه بتكسر جسمه. اكتافه بتقف بالكامل وما بيكونش قادر يتحرك، ايديه بتقف ونفسه بيتقطع وما بيكونش قادر يحرك جسمه، وفعلا بينزل لتحت وبيكون خلاص هيموت. ولكن الظابط غوتام بيكون باعت له فريق مختص وفعلا بينقذوه في اللحظات الاخيره. بيرجعوا البيت وبيتصل بكارتيكا. بتقول له لقيتوه؟ بيقول لها كان بيحاول يعدي القناه الانجليزيه علشان يجي يقابله. بتقول له ده مجنون، هو كويس دلوقتي؟ بيقول لها كويس، بس انا عايز اسالك سؤال، لو وصل لندن كنت هتلغي فرحك وتتجوزيه؟ بتقول له لا ما اعرفش، بس العقل بيقول اني مش هخسر كل حاجه علشانه. بيقول لها حاسه بالذنب؟ بتقول له لا بس مش عارفه اشرح لك احساسي، هو في حد في الزمن ده بيحب حد بالشكل ده؟ انا مش عارفه اعمل ايه. بيقول لها لازم تعرفي انت عايزه ايه كويس، لو كنت بتحبيه فالموضوع سهل، لو ما كنتيش بتحبيه فكده اسهل. بتقفل معاه وباباها بيكون سمع كل حاجه. بيقول لها بلاش تضيع نفسك وخليكي زي ما انت يا بنتي. في الوقت ده جاجي بيفوق، هو غوتام بيكون في منتهى الحزن عليه. كارتيكا بتتصل وجاجي بيرد عليها بتقول له انت مجنون ولا نفترض حصل لك حاجه، انا كنت هبقى مبسوطه يعني؟ بيقول لها كنت هتتجوزي وتكملي حياتك وهو تبقي خلصت مني. بتقول له مستحيل ده كان هيحصل لاني بحبك انت يا مجنون. ما بيكونش مصدق اللي سمعه لاول مره، وغوتام بيشوف الفرحه اللي في عينيه وبياخد القرار انه هيساعده وهيوصله لندن. وفعلا بيروح شغله وبيجيب ملف شخص مفقود بيحط فيه صوره جاجي، وكارتيكا بتروح لوالدها وبتقول له انسى موضوع جوازي ده، انا هتجوز الانسان اللي بحبه. بيغضب وبياخدها يحبسها في الاوضه. جاجي بيروح لزميله كارسي وبيقول له خلاص انا هسافر لندن، انت بقى انسى موضوع ابن عمك ده وانزل الهند وانا هجيب حبيبتي من لندن، وبمجرد ما هرجع هشغلك معايا.
بياخده بالحضن او بيسيبه ويمشي. في الوقت ده كارتيكا ما بترضاش تاكل ولا تتكلم مع حد، ولكن زميلتها بتاخد لها بيتزا او بتروح تتكلم معاها، تقول لها انت مجنونه وده وقت بيتزا؟ تقول لها لا طبعا ده وقت تليفون علشان تكلمي حبيب القلب. بتديها التليفون وفعلا بتتصل بجاجي، بيقول لها انت فين؟ انا اتصلت بيكي كتير ولكن تليفونك كان مقفول. بتقول له احكي لك اما تيجي، والافضل تخليك عندك ونتقابل في الهند احسن. بيقول لها انا زي ما وعدتك هاجيلك حتى لو كنت في كوكب الارض، لان الهنديين يا صديقي عايشين في كوكب الكتف. المهم بيقول لها عارفه رغم المسافات اللي مشيتها دي كلها شايل هم اخر 10 خطوات بيني وبينك، مش هكون مصدق نفسي، اخيرا وصلت لاكتر حاجه بتمناها. بتقول له طب وليه الدراما دي؟ انا هعيط. هو انا كمان يا كارتيكا؟ بيقول لها علشان تصدقي بس انك بالنسبه لي كل حاجه حلوه. فاكره لما قلت لي هيحصل مشاكل بينا بعد الجواز وان شكلك هيتغير وهيطلع لك كرش؟ عندك حق كل ده هيحصل، ولكن حبنا لبعض مش هيقل، ومهما تغير شكلك وكرشك طلع ودبل شعرك هتفضلي في نظري اجمل انسانه في العالم، لاني بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في عمري. بتفضل تعيط. بيقول لها طب ليه الدموع دي دلوقتي؟ بقول لك ايه، بصي من الشباك اللي عندك. بتبص. بيقول لها شايفه القمر؟ بتقول له لا. بيقول لها ولا انا، هو راح فين؟ انا بعته يجيب لي طلب يا روش. المهم تاني يوم بيتحرك على المطار هو وغتام، وقبل ما ينزلوا من العربيه بيقول له عرفت اسمك الجديد ايه؟ بص في الطياره انت هتركب على كرسي وانا هركب على كرسي تاني خالص، ركز في اللي قلته لك، عايزين الخطه تمشي زي ما اتفقنا. وفعلا بيدخلوا المطار وبيخلصوا الورق والدنيا بتكون ماشيه زي الفل، ولكن كرسي بيروح للشرطه هو بيقول لهم انا عندي معلومات ومش هتكلم الا ما تمشوني من هنا. بينفذوا كلامه وفعلا بيديهم معلومات خطه غتام وجاجي. الشرطه بيروحوا المطار وجاجي بيكون خلاص هينزل من الاتوبيس ويركب الطياره، ولكن بيلاقي الشرطه في المكان فبيعرف انهم بيدوروا عليه. الشرطه بتقلب المطار بالكامل ولكن ما بيلاقوش جاجي. الظابط بتروح لغتام هو بتقول له جاجي فين؟ بيقول لها انت بتتهميني بالتهريب، انا مش هسكت على المهزله دي. او بيسيبها وبيروح يركب الطياره. الظابط بتركب معاه الطياره وفعلا جاجي ما بيركبش معاهم، بيكون ركب جنب عجله الطياره، وبتكون دي خطتهم الاساسيه. الطياره بتطلع وكل ما بتطلع لفوق درجه الحراره في مكان العجل بتقل، وده اللي قاله له صاحبه كرسي قبل ما يمشي. قال له لو اغمى عليك هيكون احسن، بس لازم تفوق قبل ما باب عجل الطياره يفتح والا. بيقول له هطير؟ بيقول له بالظبط كده، ولكن ما بيحصلش حاجه. وجاجي بيغمى عليه وبيفوق بيلاقي الطياره نزلت، بياخدها جري والفرح بيكون شغال وكارتيكا بتكون خلاص هتتجوز، ولكن جاجي بيركب تاكس وبيوصله على العنوان اللي مكتوب في كارت الدعوه. وفعلا بيوصل هناك هو ما بيكونش مصدق انه بينه وبين حبه عمره 10 خطوات بس. بمجرد ما بيقرب منها بتسيب العريس وقدام الناس كلها بتاخده بالحضن، والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده، ولكن ده بيكون حلم صديقي جاجي بيحلمه. في الحقيقه بيكون مغمى عليه والمضيفه بتقول اربطوا الاحزمه واستعدوا للهبوط. غوتام بيخاف جاجي ما يصحاش وفعلا ما بيصحاش، وباب العجل بيفتح. جاجي بينزل لتحت وغوتام بيكون واقف مصدوم. بيدوا له حاجه جاجي وهو بيروح لكارتيكا بيلاقيها بتبوظ جوازتها. كارتيكا بتسيب باباها وبتروح لغوتام، بيقول لها انا غوتام. بتقول له فين جاجي؟ بيقول لها اشترى لك الفستان ده. بتقول له طيب انا كلمته امبارح هو قال لي انه جاي النهارده، هو فين؟ بيقول لها حصلت حاجه ومش هيقدر يجي، انا اسف. هو بيسيبها ويمشي. بتخش في حاله انهيار، هو بتعدي السنين وبتفوت الايام، وغوتام في كل ذكرى سنويه لجاجي بيلم كل اللي يعرفهم ويحكي القصه ليهم. وكارتيكا في كل سنه بتلبس الفستان هو بتقول لهم كفايه احزان. جاجي ما كانش بيحب الحزن، كان بيحب يفرح ويفرح كل اللي حواليه. بتقوم ترقص الكل ولكن الدموع بتكون مغرقه عينيها. وهنا بينتهي الفيلم، ولكن الكلام لسه ما انتهاش يا صديقي. وصلت لحد هنا يبقى لازم تسمعني للنهايه. انا هدف افرحك مش ابكيك، عارف ان الفيلم اثر فيه، ولكن زي ما سمعت ده في الاول وفي الاخر فيلم وابطال واخدين فلوس ومبسوطين. مش معقول انا وانت هنفضل زعلانين. وبعدين يا صديقي من وجهه نظري البسيطه الحب مش كده خالص. انا مثلا في علاقه وبحب حبيبتي بجنون، لازم اخلي بالي واخاف واحافظ على نفسي قوي، لاني لو حصل لي حاجه وحشه اكيد يعني حبيبتي هتزعل، واللي بيحب بجد ما بيحبش يشوف حبيبه زعلان ابدا. اكيد انت فهمت قصدي. المهم وعلى الحزن ينسيك اللايك المتين وتحط لي في كومنت كلمتين جامدين وتخش تاخد لفه في القناه تحضر لك فيلمين، صدقني مودك هيتغير يا زميل. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.